حبايب قلبي عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال يا رب العالمين. اهم حاجه اول ما تشوفيني ما تنسيش تذكري الله وتصلي على النبي. بما ان الشتاء الحمد لله دخل وكده، طبعا الحمد لله خيرات الشتاء بيبقى كتير. والله يا جماعه خيرات الشتاء بتبقى اكتر من الصيف، وسبحان الله يعني الواحد في الشتاء بياكل عن الصيف. فاحنا النهارده جبنا ايه بقى؟ زهره القرنبيط. القرنبيطات الجميله دي بصوا، حلوه قوي. انا بحب القرنبيط. فاحنا يلا بقى نشوف هنعملها ازاي. حبايب قلبي بصوا، انا قطعت القرنبيط اهو بتاعي اهو. قطعت زهرة القرنبيط بالشكل ده اهو. لو انت شايفاها بص انا عامله صغير وفي كبير اهو، في كده وفي كده. اما بالنسبه للصغير اللي بيطلع منك دوت لما بيقع من الزهره، طبعا احنا هنخلله ده، هنسلقه ونبقى نخلله. انا اول مره اجرب مخلل القرنبيط، ان شاء الله هنعمله مع بعض. ومعايا هنا ميه فيها كمون وفيها ملح. طبعا الميه بتاعتي قايمه تغلي. هنحط بقى القرنبيط فيها كده اهو اهي. الطريقه المعتاده بتاعت اي واحده بتعملها. في ناس بتعمله بطرق جديده يعني، بس احنا هنعمله بطريقه امهاتنا بقى، الطريقه القديمه اللي فيها بيض وخضره ودقيق وكده اهو. بصوا بقى القرنبيطه بتاعتي اتسلقت اهي. اتسلقت كويس على فكره، انا بحبها مستوى كويس جدا. ومعايا ميه من الحنفيه، بحط القرنبيط فيها لما بيطلع. طبعا انت بعد ما بتقطعيه زي كده بتغسليه، مش بتروحي تحطيه كده وخلاص اهو. يعني بتغسليه الاول كويس وبعد كده ايه بتبداي ان انت تسلقيه اهو. ولازم واحنا واقفين يا ولاد في المطبخ لازم نطرح على قلبنا اهو. بصوا باكل نايت بالشوكولاته، تاخدوا حته ناكلها مكانكم. يلا خلص بقى الكميه وارجع لكم تاني. كده خلصت الكميه اهيت كلها، بسم الله ما شاء الله اهي. ومسلوقه سلقه كويسه برضو، مش مسلوقه ان هي مهريه مني، لا مسلوقه سلقه كويسه متماسكه برضو اهي، مش مهريه. انا بحب سواها يكون مظبوط، ما تكونش فيها القرشه بتاعتها دي، انا ما بحبهاش. هنكمل بقى معاكم ونشوف احنا هنعمل ايه في الاخر. بصوا بقى يا حبايبي خلطه القرنبيط، انا عملت هنا خضار اللي هو عباره عن شبت وكزبره، وهنحط عليه بقى. انا عامله هنا 5 بيضات اهو اهو، الخمس بيضات. بصوا احنا نضرب كله في بعضه يعني، وادي 5 طماطم يعني مبشوره اهو. هقلبه الاول، محدش يقول لي العك كده يا ولاد. بصوا بقى معايا هنا 5 6 فصوص توم. عايزه بقى تزودي شويه توم مفيش مشكله، بس انا عامله 5 فصوص توم وحاطه عليهم قرن شطه احمر ادي اهو، عشان يبقى سبايسي شويه، عشان احنا بنحبه سبايسي. وقلبي يا قلب اختك. بصي بقى عندي هنا الدقيق طبعا ده منخول اهو، وايه بيكنج باودر. نحط عليه حبه بيكنج باودر قيمه معلقه كبيره. هو اصلا الكيس معلقه كبيره، فاهو هنحط الكيس كله اهو يا حبيبتي. بالمره بقى معايا هنا ايه مرقه ماجي اهي، مش هحرمكم من حاجه يا ولاد. اللي بتاع اصلا ناشفه جدا، بحطها في التلاجة بتبقى عامله زي الحجر اهي. انا عايزه اعمل الخلطه دي. انت في ناس بتحط بيض كتير يا جماعه والله. في ناس بتحط بيض اكتر من كده والله، بيحطوا بالعشر بيضات، بس طبعا الحاجه غليت يا جماعه والله الحمد لله. فاحنا نحط 5 بيضات كفايه. وادي الميه بتاعتي. فكروني انتوا بقى لو ناسي حاجه في الخلطه دي، والله ما اناش عارفه، حاسه ان انا ناسيه حاجه بس مش عارفه ايه هي. البهارات. هنحط كمون وفلفل اسود اهو. انا عماله اقول ناسيه حاجه ناسيه حاجه، وتريني ناسيه الاساسي البهارات بتاعتها.
القوام بتاعها مش تقيل ولا حاجه، هي على فكره اللي دي مش كتير برضو، القوام بتاعها حلو قوي. الطريقه دي احنا اتعودنا عليها من اهالينا، انما اي طريقه تانية اي طريقه جديده بصراحه احنا ما جربناهاش ومش حابه ان انا اجربها، عشان هم اتعودوا على الوضع ده اللي هو الخضار والبيض والكلام ده كله. سأحدثكم من موقعي هذا مع القرنبيطة يا جماعة. والله ادي القرنبيطاية حطيناها في الخلطة، اصبروا عليا شوفوا الخلطة عاملة ازاي. بص فينك يا شيف حسن دلوقتي اقول لك يا جمال يا جمال تعمل ينقط. انا عندي زيت سخن اهو يا ولاد، اكيد يعني شايفينه يعني اكيد يعني. اهو عشان ما حدش يقول لي بتعملي بايدك، لا مش هعمل بايدي طبعا. الخلطه دي ما بحبش احط ايدي فيها عشان فيها بيض وكده. اهو ما شاء الله، قولوا ما شاء الله بقى. طبعا طبخت لهم شويه رز، وهم عايزين رز محمر جنب منه اللي هي حبايه وحبايه، طبخته ولسه هعمل لهم بقى حبه سلطه. اهو يا جماعه القرنبيط، انا لو هعمل محشي كنت زماني خلصت، هو بصراحه وشكه يعني بامانه. هخلص بقى الليله دي كده وارجع لكم تاني عشان ما تزهقوش مني، مش عايزاكم تزهقوا. يلا هخلصها اخلص وارجع لكم تاني. حبايب قلبي انا كده خلصت الفيديو معاكم، وادي القرنبيط بتاعي خلصناه. بسم الله ما شاء الله، قولوا بسم الله ما شاء الله بقى. بصوا احمر وجميل، ولا حاطه له كاري بقى ولا كركم ولا اي حاجه. اهو بسم الله ما شاء الله. بصي بصي البتاع طريه ازاي. بصي هو اول ما بيطلع بيبقى ناشف، بعد ما بيهدى شويه بصي بيبقى طري، شايفه؟ قولي ما شاء الله. اهو جميل، وطبعا مش هيتاكل لوحده، انا زي ما قلت لكم انا عامله له رز وعامله له طبق السلطه الجميل ده اهو. والبصليه الخضراء دي حبيبتي اكلها النهارده كده مع القرنبيط. اشوفكم بقى ان شاء الله كده في فيديو جديد. ما تنسينيش في التعليقات الحلوه بتاعتك، ولا تعملي لي لايك، اهم حاجه اللايك بتاعك ابصمي قبل ما تخرجي من الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله.